مش عارفة أنا إزاي. شتمت والدها وبعدين اتصالحت معاه، بس الحكومة مش بتتصالح بالساهل. ده بالظبط جزء من اللي حصل مع البلوجر سوزي الأردنية من شوية. ايه بالظبط اللي حصل مع سوزي والشرطة قبضت عليها فين؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده. سوزي منهارة مش عارفة تتلم على بعضها، الشرطة مسكتها ويا عالم باللي هيحصل معاها. كانت فاكرة ان موضوعها مع والدها خلاص عدى، فيديو الصلح بينهم وبين بعض وبالكم هدية اللي جابتهم ليه، بس اتضح ان في الموضوع لسه قصة كبيرة. سوزي الأردنية يقال انها دلوقتي في ايد رجال الأمن، اللي قالوا كده واعلنوا عن الخبر المفاجئ ده هم المواقع الإخبارية، ومنهم موقع القاهرة 24 الإخباري. الموقع قال ان يدوب لسه من شوية صغيرين سوزي الأردنية اتقبض عليها. سوزي اتعمل ليها كمين ورجال الامن قدروا انهم يمسكوها في منطقه الساحل التابعه لمحافظه القاهره، وده تم لان في بلاغات كتيره اتقدمت من محامين ضد سوزي الاردنيه اتهموها بترويج مقاطع فيديو فاضحه لحياه وتفاصيل والدها على مواقع التواصل الاجتماعي، وده يحرض الصغار والشباب بالهجوم والتمرد على حياتهم الاسريه، وده وفقا للمعلومات المتاحه دلوقتي. وكانت امرت النيابه العامه بضبط واحضار التيك توكر سوزي الاردنيه بعد بلاغ من المحامي ايمن محفوظ، واللي اتهمها فيه بهدم القيم الأسرية لأنها نشرت بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في واصلة من التحقير لوالدها على العامة، وحكت فيه تفاصيل من حياتها الشخصية. الفكرة بقى إن سوزي كانت طلعت وقالت إنها خلاص اتصالحت مع والدها ومفيش حد ليه فيه، وقالت نصا الكل مسك في إني شتمت والدي وما مسكش في مشكلة إنه أخد مني فلوس. حاولت يعني تدافع عن نفسها وعن الموقف اللي حصل بعد هجوم الناس عليها بسبب الإهانة والتوبيخ اللي قالته في حق والدها خلال اللايف، واللي هو برضه خلاله قال كام جمله في حقها على حسب وصفها هي. سوزي حاولت اكتر من مره انها تبرأ نفسها، قالت في فيديو تاني جمعها بوالدها انها بتتعالج نفسيا من وهي في اولى اعدادي، وهم متعودين على عصبيتها وانهيارها العصبي وصوتها العالي ده كل شويه، وان في ناس مش بيحبوها وبيحاولوا ياخدوا فيديوهات ومقاطع من عندها ويعيدوا نشرها علشان يزودوا الريتش بتاعهم على قفاها. ووضحت ان الناس دي ملهاش دعوه بيهم وهم احرار في اللي بيعملوه. وكمان حكت سوزي إنها بسبب تعبها النفسي ده أصيبت بحاجات تانية في إيديها وربنا يسترها عليها، وهي لما بتطلع مع والدها بيكون علشان تحاول تهدي من أعصابها شوية، وهي بتحب والدها وأسرتها جدا فوق الوصف كمان. وكمان والد سوزي أكد إنها للأسف الشديد تعبانة نفسيا وبتتعالج كمان، وهم بيسامحوها علشان الظروف اللي عندها دي هم أهلها وأولى الناس بيها، ولازم يتحملوا علشان علاج بنتهم وعلشان مصلحتها. دلوقتي بقى عرفنا إن أسرة سوزي الأردنية مسامحة في حقها معاها. يا ترى ايه بقى تصرف النيابه والحكومه معاها؟ توقعكم ايه اللي ممكن يحصل معاها؟ انتم بقى ايه توقعاتكم اللي ممكن يحصل مع سوزي الاردنيه؟ في انتظار ارائكم في التعليقات.